تمام خلاص خلي بالك، انا ما اقدرش الوم على بيسيرو في حاجه. انا ما اقدرش الوم على بيسيرو خالص. ليه؟ لان ده مهما كان الجمال بيسيرو بكره يروح. ده اول حاجه. الحاجه التانيه، انا مش بهزر على فكره، انا بتكلم بجد. الراجل لسه جاي النادي، اتمرن تمرينتين مع اللعيبه وبعت البليزر يتكوي. البليزر جه لبسه ونزل على ماتش بتروجيت. فاكيد بيسيرو ولا دي تشكيلته ولا دي افكاره الفنيه ولا اي حاجه. دي افكار الاخ اللي بيقول ان التكتيك 10% في كرة القدم. ده كرم منه، ده 10%، ده كرم، لانه كان في الاول بيقول مفيش حاجه اسمها تكتيك اصلا. امال في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها يلا يا رجاله، يلا احنا الزمالك انزلوا. مفيش حاجه اسمها تكتيك. ما احنا جايبين مدير فني يعمل ايه؟ يشد من ازر اللاعبين، مش يعني يرقيهم. طب انا جايب مدير فني يعمل ايه؟ ما علينا يعني. هي دي اللي كانت النتيجه، والحمد لله اللي طلع تعادل. لان خلاص بعد ما دخل فينا الجون، ايه الجون اللي دخل فينا ده؟ مين مصطفى الجمل ده؟ مين مصطفى الجمل؟ ازاي يلم عبد الله السعيد بالشكل ده ويلم دونجا؟ لا انا فرحان انه يلم دونجا كده، خلي بالك، عشان دونجا بقى يعرف يكبر للكرة شويه ويبطل بقى الايه، يبطل الافوره ويلعب كوره. فانا فرحان ان هو رقصه ترقيصه تليق بالمستوى اللي انت بتقدمه مؤخرا يا دونجا. وخلي بالك لما كنت بتلعب كويس الواحد كان بيتكلم عليك كويس، انما كده دونجا لا لا خالص يعني. لا ده مش اداء، ده مش اداء لاعب بيلعب في نادي الزمالك بالمره. بالمره بكلمك بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح بقى. ده حرام اللي انت بتعمله، ده حرام بامانه يعني. النهارده زيزو بيلعب وينج شمال، واحنا جربنا زيزو يا كابتن ايمن لما بيلعب وينج شمال ايه اللي بيحصل؟ ما بيأديش، لان زيزو اصلا راس ماله العرضيات. النهارده الراجل يعتبر ما رفعش ولا عرضيه غير الركنيه اللي رفعها للونش في اول الماتش، او ما كانتش ركنيه، كانت ضربه حره مباشره اللي حطها الونش وشالها عمر صلاح. الشوط الاول خارج بتروجيت مهاجمه اكتر مني. بتروجيت خلال المباراه مضيعه 4 فرص تهديفيه محققه لاحراز اهداف. انا برضو ضيعت في نهايه الشوط الثاني او في الشوط الثاني، ولكن بشكل عشوائي للغايه. انا ضيعت بشخصيتي، ضيعت عشان انا بتروجيت خافت وتكهكرت ورجعت قالت لك اطلع بنقطه احسن. بعد كده ربنا كرمهم بجون من يعني من امكانيات خاصه لمصطفى الجمل، تقريبا اسمه مصطفى الجمل حاجه كده يعني. جون حلو قوي يا جماعه، يتصنف انه من افضل اهداف الدوري. لو مش هتدي له افضل هدف في الدوري على اللمتين اللي لمهم، واحده لعبد الله السعيد لا يلام في شيء يعني، وبعدين اللمه الخرافيه اللي لمها لدونجا. وبعدين 3 تغييرات. هو عمر جابر لعب فين بعد التغيير اللي احنا طب احنا طلعنا الجزيري كده كابتن جزيري اللي بيلعب عشان ياخد ضربه جزاء طول ال 90 دقيقه. الجزيري نازل عشان ياخد بيلن. الجزيري ما بيلعبش، ما بيتحركش، الجزيري ما بيفتحش زوايا تمرير، الجزيري مش بيحاول ان هو ينزل يبقى محطه، الجزيري عايز ياخد ضربه جزاء. هو ده سيف الدين الجزيري، نازل عايز ياخد ضربه جزاء، مش نازل عايز يلعب كوره، لا نازل انا عايز اخد بيلن، انا عايز اخد ضربه جزاء. ده الجزيري، ده الجزيري. اسمع مني بقى للاخر. زيزو، لو انت شايف يا زيزو ان ده المستوى اللي انت على اساسه عايز الرقم اللي انت بتطلبه، قول لي عشان اقول لك لا يا زيزو ده مستوى ما يخليكش تلعب في انبي. انا اسف بقى، انا بكلمك بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح دلوقتي. طيب الثلاث تغييرات اللي اتعملوا، خرجنا الجزيري وخرجنا خرجنا محمد حمدي اللي كان بيلعب وينج شمال النهارده. مصر لاعب حمدي وينج شمال. طب لما انت كده الواد هتنزله الجفالي في اخر ثانيه بلا مس الكوره، طب ما كنت تنزله من اول الماتش يعني. ما انت نزلته عن هو جاهز صح كده؟ ما تنزله من اول الماتش. جرب ينزل كده يشوف الدنيا ماشيه ازاي، الدنيا فيها ايه، ويلا وتمشي، يمكن تمشي معاه. انا ما فهمتش حاجه النهارده. رحمه من ربنا ان احنا نخرج متعادلين، لان احنا نستحق الهزيمه في ماتش النهارده، واحنا في المركز الثالث دلوقتي برصيد 27 نقطه. السلام عليكم يا جماعه.